مرحبا حبايب، شلونكم؟ رجعت لكم اليوم بوصفة أكل جديدة. وصفتنا اليوم أفخاذ اللحم بالليمون، وصفة جديدة وقوية راح تعجبكم وهواية. أول شي سويته قطعت خضار من اللي تعجبكم. سويت 5 فصوص ثوم وجزر، وقطعت بوتيتا وقطعت البصل، وحضرت أفخاذ الدجاج. احنا عائلة صغيرة فيكفينا هذني القطع من الدجاج، تقدرون تكثرون حسب اللي عندكم. أما هنا فحضرت مجموعة من البهارات وتتبيلة خاصة. هسه راح نبدأ نسوي هاي التتبيلة سوية. أهم شي ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. هسه راح نبدأ بالتتبيلة. أول شي راح أسويه، راح أضيف المكون الأساسي واللي هو الملح. تضيفون ملح حسب الرغبة، وعينك ميزانك، ما نكثر هواي ولا نحط قليل، حسب الكمية الموجودة عندنا من الأفخاذ. ثاني مكون هو الخل الأبيض، وهذا مكون جدا ضروري وأساسي. أما بالنسبة للمكون الثالث اللي راح نضيفه ويانا هو الزبادي أو الروبة. وبالنسبة للمكون الرابع اللي راح نضيفه هو الراشي. بالنسبة للزبادي نضيف ملعقتين، والراشي نضيف ملعقة واحدة، أو الطحينة بغير دول نسميها. هذني المكونات السائلة اللي ضفناهن. هسه شنو راح نضيف لهن؟ راح نضيف لهن المكونات الجافة، أو نقول البهارات. بالنسبة للبهارات هنا عندنا بهارات قص، وملح الليمون، وفلفل أسود، وبابريكا، وورق الغار، وهيل مطحون شوية. هذني المكونات راح أضيفهن كلتن على المكونات السائلة، وأبدأ بخلطهن كل زين لحد ما تتجانس كل المكونات عندي مثل ما تشوفون هنا. وأخيرا قبل ما أبدأ أتبل الأفخاذ، راح أضيف مكون آخر اللي هو معجون الطماطة، اللي نقدر نضيفه ونقدر بنفس الوقت نستغني عنه حسب الرغبة، لكن أنا أحبه وأحب أضيفه دائما وياها. يعطي طعم لذيذ وجميل، ويعطي كذلك لون كلش حلو. هسه راح نضيف البطاطا، يعني نضيف كل المكونات الموجودة عندنا من الخضار اللي هي البطاطا والجزر والثوم، وكذلك نضيف البصل. وآخر شي نحط فوقهم أفخاذ الدجاج اللي عندنا، نحطهم بطريقة مرتبة وحلوة على الوجه فوق الخضار الموجود. طبعا هاي الطريقة جدا سهلة ومضمونة 100%. تستوي بسرعة، ما تاخذ هواي وقت. إذا أنت مكسلة أو مثلا مستعجلة وما تعرفين شو تسوين، تقدرين تسويها بسرعة بسرعة قبل ما يجون للبيت، راح تكونين مخلصتها إذا محتارة. طبعا آخر خطوة راح نسويها هسه، راح ناخذ ورق الزبدة، وراح نضيفه فوقها بهذا الشكل، ونغطيها من كل الاتجاهات. وبعد ما نغطيها بورق الزبدة راح أغطيها بورق السيليفون. وطبعا هاي الطريقة تفيد مو بس المستعجلين، تفيد المبتدئات كذلك، لأنه طريقة جدا سهلة، وقلت لكم بنفس الوقت مضمونة ونجاحها 100%، وما يراد لها شي. فالمبتدئين واللي ما يعرفون يطبخون لا يخافون، لا يجربوها بسرعة. ودخلت للفرن، وبعد ما طلعت من الفرن طلعت بهذا الشكل الجميل اللذيذ. طبعا شكلها كلش حلو ويشهي، وواحد يتمنى بس ياكلها. واني أضمن لكم نجاح هذه الوصفة. شوفوا شلون شهي ولذيذة جدا جدا. كانت جدا لذيذة ورائعة، وصفة سهلة وبسيطة، وأهم شي يكون اللحم طري وما يشد ويانا، وهذا الشي الأساسي بالأكل. وهاي الخضار تازة وتخبل. أتمنى منكم تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات شلون طلعت وياكم. جدا لذيذة، والليمون مطي طعم خيالي. مع السلامة.